تنفيذ الضربه الركنيه، يلعب هشام داخل منطقه الجزاء عاليه وشبيطه، والهدف الاول. هدف اول لصالح نادي بتروجيت في الدقيقه 28 من زمن الشوط الاول. يتقدم مصطفى شبيطه لصالح نادي بتروجيت بهدف مقابل لا شيء لنادي الرجاء. بقول لحضراتكم فريق بتروجيت والكابتن رمضان السيد يبحث عن الفوز. امامنا اهو مصطفى شبيطه يرتقي لكره هشام ابو خليل من ضربه ركنيه، وعلى طول يضع الكره بضربه راس على يسار محمود كوكو. هتتعاد امامنا الكره مره ثانيه، كره عرضيه في منتهى الروعه من هشام ابو خليل، يقابلها مصطفى شبيطه بضربه راس قويه على يسار محمود كوكو لتسكن المرمى. يبقى الهدف الاول وهدف التقدم لنادي بتروجيت. هدف التقدم لنادي بتروجيت من الكرات العاليه من نصيب عمرو نبيل. شبيطه يلعب الاماميه في اتجاه جيمس تيدي، يدخل داخل منطقه الجزاء جيمس تيدي والهدف الثاني. جيمس تيدي والهدف الثاني. قلت لحضراتكم مشاهدينا الكرام فريق بتروجيت بيحاول يعتمد على الكرات المرسله من الخلف للامام في اتجاه جيمس تيدي ومحمد رجب عشان يستغل عامل السرعه. وادي تمريره بينيه ممتازه من مصطفى شبيطه صاحب الهدف الاول لجيمس تيدي، ينفرد على طول ويحط جسمه قبل معتمد محسن، وينفرد بمرمى محمود كوكو ويسجل في المرمى لحظه خروج محمود كوكو. يبقى الهدف الثاني وهدف فريق بتروجيت الثاني في مسابقه في لقاء اليوم. هدف بتروجيت، هدف جيمس تيدي رقم 5 في مسابقه الدوري، هدف في الدقيقه ولكن هشام ابو خليل بقى شفنا تعليمات اهو الكابتن رمضان السيد بدا يرجع ويضم على عمرو حسن ناحيه اليمين عشان وادي ضربه جزاء. ضربه جزاء في الدقيقه 22. عدت الكره من محمد دبش، والله ده كارت احمر، كارت احمر لاسامه محمد. عدت الكره وانفرد علي بهيج وعرقله من اسامه محمد، قد تكون نقطه التحول في اللقاء. طرد اسامه محمد في الدقيقه 23 من زمن الشوط الثاني. هتتعاد اكيد معانا الكره مره ثانيه. هي الكره اتلعبت اماميه، عدت بغرابه شديده من سامح شوشه اللي بقول لحضراتكم عامل مباراه في منتهى القوه والروعه، ولكن بقى غلطه الشاطر بألف. سامح شوشه تعدي منه الكره، يستلم علي بهيج، يتوغل داخل منطقه الجزاء، ينفرد بمحمد الشناوي، ولكن عرقله من اسامه محمد وحكم اللقاء على طول يدي الصفاره وكارت احمر لاسامه محمد. ضربه جزاء لنادي الرجاء في الدقيقه 23. هل تسفر عن الهدف الاول؟ عاصم صلاح يتقدم لتسديد ضربه الجزاء. هنشوف بقى حوار عاصم صلاح مع محمد الشناوي، من يتفوق على الاخر. عاصم صلاح هل يسجل هدفه الاول في مسابقه الدوري هذا الموسم؟ عاصم صلاح ولسه داخل على الكوره والهدف الاول. هدف اول لنادي الرجاء في الدقيقه 24 من زمن الشوط الثاني، يقلل النتيجه او يضلل الفارق عاصم صلاح من ضربه جزاء في الدقيقه 24. قلنا لحضراتكم فريق الرجاء دخل الشوط الثاني يبحث عن هدف الاول او هدف تقليل او تضليل الفارق. بالفعل عاصم صلاح من ضربه جزاء بتتعاد مره ثانيه، وقف محمد الشناوي تثبت في مكانه وعاصم صلاح يسدد الكره على طول بذكاء وسهوله على يسار محمد الشناوي. خطوره الجبهه اليسرى للرجاء من عاصم صلاح على عمرو حسن، دفع بهشام ابو خليل عشان يعمل الواجب الدفاعي مع عمرو حسن، وادي عرضيه والهدف الثاني. هدف ثاني رائع لعلي العربي. قلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام هل طرد اسامه محمد ممكن يقلب المباراه؟ بالفعل عاصم صلاح بيلعب الكره ناحيه اليمين، تتلعب عرضيه وبيقابلها علي العربي بضربه راس ولا اروع على يسار محمد الشناوي. يبقى الهدف الثاني وهدف التعادل. هل يتكرر سيناريو مباراه مصر المقاصه؟ علي العربي اهي الكره بتتعاد امامنا مره ثانيه، عرضيه ولا اجمل، وعلي العربي اللي يدخل داخل منطقه الجزاء ويلعب ضربه راس في منتهى القوه على يسار محمد الشناوي. الهدف الثاني لفريق الرجاء وهدف التعادل عن علي العربي في الدقيقه 26. هدفين في ظرف